شفت اللي حصل؟ ما شفتش؟ تعال اقول لك. بيقول لك وزارة الداخلية منزلة خبر جديد النهارده ان تم القبض على مجموعة من الناس اللي في الصورة قدامكم ديت، بخصوص ان هم في نادي صحي وبيعملوا حاجات منافة للآداب. ولما بيتسألوا بتعملوا كده ليه، بيقولوا ان هم بيعملوا كده مقابل الفلوس. طبعا بيتم القبض عليهم. يبقى وزارة الداخلية والداخلية بتاعتنا ما شاء الله عليهم قايمين بواجب كبير أوي 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 الفترة ديت. وعايز أقول لكم والله العظيم بتعمل أي حاجة منافة للآداب، أي حاجة فيها غسيل أموال، أي حاجة أعضاء طالع تشتم، ماشي في الشارع تتشاكل، واقف بتزعق في مكانه وبتقول ألفاظ خادشة للحياة، كله بيتم القبض عليه. ما شاء الله ما شاء الله على الداخلية وعلى المجهود الجامد الكبير اللي هم عاملينه. واي حد وصلت لدرجه ان في شخص كتب كومنت شتيمه لحد في اللايف، طبعا برضو تم القبض عليه. فانت بتشتم على السوشيال ميديا بيتم القبض عليك، بتشتم في الشارع بيتم القبض عليك، بتعمل حاجات مخله للاداب بيتم القبض عليك، غسيل اموال، اي حاجه غلط في الدنيا انت شايف نفسك ان انت ناصح فيها هيتم القبض عليك فورا. فنصيحه من اخوك الصغير، بلاش تعمل حاجه تضرك، علشان خاطر مش انت لوحدك اللي هتخسر، انت واهلك واصحابك والناس كلها اللي بتحبك هتخسر طبعا لو انت تم القبض عليك. فانت مش صغير، او اللي بيعمل حاجه غلط او اللي بيسرق حاجه او اللي، المهم ان انت بقى ماشي في طريق عارف ومتاكد ان اخرته وحشه هيتم القبض عليك فيه. ما تعملش الحاجات دي، علشان لو انت مش خايف على نفسك، خاف على الناس اللي وراك، خاف على الناس اللي بتحبك، خاف على شكلك في مكانك، خاف على، لازم تخلي بالك من نفسك وتخلي بالك من الناس، لان احنا كلنا في الاول وفي الاخر اخوات. اللي مش متابعني يتابعني، واستنوني في كل فيديوهات تانية كتير، واللي مش عامل لايك وشير يعمل، واهم حاجة تصلي على النبي في الكومنتات. شكرا.